إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار ناجم عن استعمال مادة البنزين لتفجير حجر داخل بئر بأحد الدواوير المتواجدة بمنطقة بوحمد التابعة لجماعة السطيحات بإقليم شفشاون. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الانفجار الذي وقع عشية أمس الخميس أدى إلى وفاة شخص 40 بعين المكان، فيما لفظ آخر أنفاسه صباح اليوم الجمعة بمستشفى ثاني الرمل بتطوان. وأضافت المصادر عينها أنه تم وضع باقي المصابين تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالتهم الصحية. وفي تصريح، أكد أحد الأطر الطبية المداومة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتطوان أن الشخص الذي توفي قبل قليل تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس والعمود الفقري، كما أن هناك من بين الضحايا طفل في 10 من عمره مصاب بحروق خطيرة. شكرا على المتابعة.